السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض قمر الدين بطريقة حلوة جدا جدا ومفيدة قوي قوي. ان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم. طبعا انا عارفة ان انتم ما شاء الله عليكم شاطرين وتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس انا حبيت اوريكم طريقتي في عمايل قمر الدين. ان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم. طبعا لو انتم اول مرة تشوفوني، انا دعاء ابراهيم، ودي قناتي لتعليم التورت والحلويات والجاتوهات والحاجات اللي زي كده. ان شاء الله قناتي تعجبكم وتعملوا فيها جولة. زي ما احنا شفنا كده، انا معايا لفة القمر الدين ومعايا حوالي 6 وحدات جزر. تمام. انا همسك الجزر بقى كده، اقشره كله واغسله، وبعد كده همسكه اقطعه قطع صغيرة. انا معايا حوالي 6 وحدات وسط، يعني حجمهم وسط، مش كبير ولا اي حاجة. ما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولايك للفيديو واشتراك لقناتي لو انتم مش مشتركين. قطعت الجزر كده وحطيته في حلة معايا، وجبت لفة قمر الدين. جبت لفة قمر الدين وقطعتها قطع صغيرة كده وحطيتها مع الجزر. كده كده انا هسلق الجزر، بدل ما بل بقى قمر الدين في مية او اسلقه لوحده والجزر لوحده، لا، كله مع بعضه كده على النار. واستوى كويس قوي، وحطيته في الخلاط وضربته زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله، بصوا القوام بتاعه. وطبعا حطيت عليه لتر مية اول مرة، وسبته لما استوى خالص طبعا، وكمية المية قلت خالص، وضربته في الخلاط. شايفين القوام بتاعه تقيل جدا. هنبدأ بقى هنزوده مية دلوقتي، بس هنعمل خلطة مع بعض حلوة قوي. في نفس الشفشق زي ما هو كده، مكان ما كنت ضربت الجزر مع قمر الدين، هحط كوباية مية، وعلى كوباية المية هحط حوالي 3 معالق كبار مليانين دقيق، وهنحط برضو 3 معالق مليانين كبار نشا. انا حطيت هنا معلقتين ورجعت زودت تاني. تمام. ومعايا بقى دي اختياري، ده كريم شانتيه، ده اختياري هو، بس طعمه بيخليه طعمه حلو قوي. هناخد بقى كل الحاجات دي كده ونضربها في الخلاط. بس هحط دلوقتي معاكم برضو فانيليا. الفانيليا دي اختياري برضو، يعني هنحط ظرف واحد بس فانيليا او نص معلقه صغيره، ودي اختياري طبعا. قمر الدين مع الجزر ريحتهم حلوه جدا، مش محتاجه، بس احنا برضو يعني انا حبيت اديها ريحه حلوه للفانيليا. ضربتها في الخلاط ورحت جايه حطها على قمر الدين، وهقلبها فيها، وزودتها ميه. هنا حطيت كمان لتر ميه. لو انتي حاسه انها خفيفه حطي لها نشا. انا هنا حطيت حوالي 10 معالق او 12 معلقه سكر. وبعد كده حسيت ان هي عايزه سكر، حطيت لها كمان معلقتين. يعني انا مش عايزه السكر بتاعها يكون تقيل. بصوا المعلقه دي بودره زعفران، حلوه جدا، بتديها لون جميل وملهاش طعم ولا اي حاجه، يعني مش هتغير طعمها، بالعكس طعمها يكون حلو قوي، بس هتعزز اللون شويه، وهتخلي لونها حلو كده، والاورنج جميل ده. حطيتها على النار بقى وفضلت اقلب فيها لحد ما غليت معايا والنشا والدقيق استووا. بصوا القوام بتاعها حلو قوي. انا مبحبهاش تقيله قوي، بحب القوام بتاعها يكون خفيف شويه، علشان لما تيجي تاكليها كده ما تحسيش انها متماسكه قوي. بس خلاص كده استوت معايا وخدتها بقى، هبدأ افضيها في الكاسات. عايزه اقول لكم ان دي مفيده جدا جدا للاولاد ولينا احنا كمان، لان فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. الجزر طبعا مع قمر الدين حلو قوي قوي. عايزه اوريكم بقى العلب الصغيره دي بتاعت الايس كريم. دي بقى لو انتي عايزه تبقى توزعي على الاولاد عندك في الشارع، على اولاد الجيران، على الجيران، ممكن تعملي في العلب القمر دي وتوديها لهم هدية، تهدي بيها جيرانك اصحابك. حلو قوي قوي. شايفين جميلة جدا. ولو بتعملي مشروع وعايزة تبيعي منها، حلوة قوي برضو. انا معايا بقى ده سبرينكل، وده جوز هند. انا كنت جايبة معايا القطعتين الصغيرين دول، كنت عايزة اعمل شكل قلب وشكل نجمة، فقلت اجرب اعملهم بيها، بس بصراحة لقيتها يعني صعبة شوية. فيعني مش صعب ولا حاجة، بس هتاخد مني شغلانة وكده. قلت لا، انجز بسرعة كده. والتزويق ده حاجة ترجع لك على فكرة. انا زوقت هنا بالجوز الهند والسبرينكل. ممكن انتي بقى تحطي الحاجات اللي انتي عايزاها. ممكن تعملي مهلبية لبن وتحطيها فوقيها كمان، بتكون حلو قوي. ممكن تحطي بدل الجزر برتقال. الافكار كتير جدا. وبالنسبة للتزويق ده حاجة ترجع لك انتي بتزوقي بقى بالحاجة اللي متوفرة عندك. عايزة تسيبيها سادة خالص بتسيبيها سادة، بتكون شكلها حلو قوي برضو. يعني افكار بسيطه خالص كده انا بوريها لكم بس يعني. وطبعا ما شاء الله عليكم انتوا شاطرين وبتعملوا حاجات حلوه قوي.
ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا يا رب. انا هنا بقى هبدأ اشكلها كلها كده. يعني بقيت اعمل حاجات كده مختلفة، كل واحدة مختلفة عن التانية. وفي اللي ما بيحبش اي حاجة عليها ممكن تسيبيها سادة خالص. سبت واحدة بس سادة، وده شكلها كده بعد ما خلصتها كلها. شكلها حلو جدا. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو قوي قوي. جربوها بنفس الطريقه، جربوها بالجزر حلوه قوي. وحطوا عليها برضو دقيق والنشا. على فكره ميكس الدقيق والنشا مع بعض حلو جدا. سواء في المهلبيه العاديه او قمر الدين. والكريم شانتيه، معلقتين كريم شانتيه بيدوها طعم حلو قوي. يا رب تكون طريقتي عجبتكم والفيديو عجبكم. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش لايك للفيديو. واتمنى تشيروه مع اصحابكم واصدقائكم علشان قناة تكبر بيكم ان شاء الله. شايفين شكل العلب عاملة ازاي؟ حلوة قوي قوي والله، جميلة جدا. جربوا تعملوا فيها وان شاء الله الطريقة تعجبكم. واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.